ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بألف خير. معاكم رانيا من قناه رانيا ستايل. لو اول مره بتشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان كل الفيديوهات توصلك. النهارده هنعمل مع بعض الكيك الكريم كراميل. طبعا عارفه ان انا بقالي فتره كبيره غايبه عنكم كده، وبقالي فتره مش بنزل، بس سامحوني غصب عني. النهارده بس والله ده كان فيديو مسجل من فترة كبيرة، وانا قلت ان انا انزله لكم علشان طبعا يعني مقصرة جدا في حقكم ان انا انزل لكم حاجات على القناة وكده. وان كمان القناة يعني شبه هتقف من كتر ما انا مش بنزل فيها، يعني داخلة في سنة مش بنزل لكم اي حاجة. فشجعوني بقى باللايك وكده، وتعالوا مع بعض نعمل احلى كيكة جميلة جدا، سهلة وخفيفة وسريعة لو جايلك ضيوف. لو عايز تعمليها لاولادك كده جميلة قوي. ومزيناها بصوا باي حاجة عندك، جيلي كولا او فواكه او موز اي حاجة. فيلا بينا نشوف مع بعض كيكة الكريم كراميل. بصوا هنحتاج طبعا الصينية اللي انتوا شايفينها دي صينية متوسطة في الحجم. وتعالوا نشوف المكونات مع بعض. اول حاجة محتاج كوباية من اللبن، اي نوع لبن انتي بتستخدميه. وعايزة عليه نص كوباية من السكر، وكيس من الكريم كراميل اللي انتوا شايفينه ده، العلبة دي موجودة في كل حتة. دي نوع دريم، اي نوع انتي يعني بتستخدميه في الكريم كراميل هاتيه. وبصوا بوريكم بس شكله اهو. وهنبدأ ان احنا نفتحه وناخد منه الكيس بتاع الكريم بس، وهنسيب الكراميل على جنب. بس بوريكم شكله من جوه عامل ازاي الاول. يبقوا كيسين مع بعض. هحط بقى هنا كده اهو الكراميل مع الخليط بتاع اللبن وبتاع السكر. وهبدأ ان انا كمان اضيف عليهم نص كوباية زيت او ربع كوباية زيت المتوفر عندك. هي اقتصادية يعني، مش غالية قوي ولا مكلفة يعني. هنا ضربت الخليط كويس قوي، وبعدين نزلت بنص كوباية الزيت. وبدأت برضو اضرب جامد لحد ما القوام بقى متماسك مع بعضه. شايفين اهو، انا هنا بس بوريكم قوامها عامل ازاي. هي قوامها حلو قوي زي قوام الكيك كده، بس احنا لسه طبعا ما ضفناش البيض ولا اي حاجة. هنا اخدت كوباية من الخليط اللي انا عملته، وهشيلها على جنب، لان الكوباية اللي انا خدتها دي اللي هزين بيها. هنا محتاجة بقى 2 من البيض، بالطين يعني، ومعلقة خل. وهحطهم طبعا في الخلاط، وهضرب الخليط كويس جدا. محتاجة بقى ان انا احط مج برضو زي بالظبط المج اللي انا استخدمته من الدقيق. وهبدأ ان انا انخله، وعليه كيس بيكنج باودر وشوية ملح. ودي معلقة نشا كبيرة. هقلب بقى الخليط كله مع بعضه. ماشي كله طبعا بعد ما تنخليهم. وهتبدأي بقى ان انتي تضيفي بقى ايه الخليط اللي انتي عملتيه في الاول، اللي احنا اخدنا منه كوباية على جنب. طبعا بقى هقلب كويس جدا جدا المكونات مع بعض لحد ما تمتزج كده. بصوا اهو، قلبت كل المكونات مع بعض كويس جدا بالمضرب بتاعك اليدوي او الكهربائي او باي معلقة. وتخليه بقى كده متجانس مع بعض. وتجيبي صينيه متوسطه، لو طبعا يعني ألمونيا او كده او بتلزق بتدهنيها بالزيت او بالزبده، وتبطنيها بالدقيق الاول. وتبداي تضيفي الخليط بتاعك. هي زي الكيك بالظبط يا جماعه. وطبعا بتخبطيها خبطتين كده تخرجي الهواء منها. بعد كده بتدخليها الفرن بتاعك على درجة حرارة 150 140. هنا بقى هضيف كوباية هنا بقى خلاص خرجت اهي. بصوا شايفين الحتة اللي كان فيها كوباية السكر دي، معلش دي يعني غلطة. هنا بصوا، هنا بدأت ان انا اخرجها وسقيتها اسقيها بقى بكوباية اللبن دي. بصوا شايفين لحد ما تشربها تماما. كوبايه لبن عادي خالص، حطي عليها معلقه سكر. وابدأي ان انتي شربيها للكيك كده وهي سخنه.
ما تقلقيش الكيكه مش هتعجن منك ولا اي حاجه، بجد بتطلع لذيذه وحلوه قوي. هنا بعد بقى ايه اما خلاص اتشربت من اللبن كويس قوي، بدأت ان انا اضيف المج اللي انا كنت شايلاه على جنب، اللي هو الكريم اللي احنا كنا ضاربينه في الخلاط، اللي احنا شلناه مع بعض على جنب. بصوا بقى شايفين شكله. بعمل بقى هنا كده باي حاجة، بسباتيولا، بمعلقة، بتسيحي كده على وشها علشان تغطيها تماما. وهبدأ افتح بقى كيس الكراميل. وبصوا بقى هعمله زي خطوط كده، شايفين شكلها قد ايه جميلة. بمشي بقى خطوط 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 كده على الكراميل بتاعي او الكيكة. وبعدين عشان اعملها بس شكل اللي هو بتدي شكل كده زي الشطرنج او زي السامبوكسات كده. بصوا اهو. بجيب بقى الخلة بتاعت الشيش طاووق او اي حاجة عندك رفيعة كده، وبمشي عليها بقى كده من الشمال واليمين. بتبقى بصوا شكلها عامل ازاي، بتبقى حلوة قوي قوي. وطبعا يعني هتعجب ضيوفك جدا بسبب الصوص اللي عليها من فوق ده، جميل قوي قوي، طعمه تحفة. وهبدأ بقى ان انا اضيف طبعا شرايح الموز، شرايح اي حاجة عندك، تفاح، قطع مثلا مارشميلو. بس كده هي دي الكيكة بتاعتنا الجميلة وسريعة وخفيفة وبسيطة جدا جدا، طعمها لذيذ. سيبيها بس في التلاجة شوية على ما تتماسك، وبعدين تقطعيها بألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا كان خفيف عليكم وبسيط وسهل، واللي يجربها بقى يكتب لي في الكومنتات رأيه فيها ايه. اشوفكم دايما على خير، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والشير وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وطبعا دعمكم دوت هو اللي بيحمسنا ان احنا نرجع نشتغل تاني ونرجع نقدم لكم كل حاجة جديدة. ودعواتكم بقى، واشوفكم على خير، وباي باي. هقطع لكم بس قطعة كده وتشوفوها، وتشوفوا طبعا السمك بتاعها قد ايه جميل، ويعني عالية وحلوة قوي قوي، وهشة من جوه وخفيفة، والصوص اللي عليها من فوق لذيذ قوي. وبس كده. بألف هنا وشفا طبعا للي هياكلها، ويا رب تنال اعجابكم. باي باي.